الصين. التكنولوجيا المتطورة عندهم، أماكنها شوارعها شعبها، والرياضات المختلفة اللي بيمارسوها. أغرب الأكلات في العالم موجودة عندهم. والدولة الأكثر سكاناً في العالم، 4000 سنة حضارة. أسرع دول العالم نمواً وأكبرها في الصادرات. وموجودة في النص الشرقي من الكرة الأرضية. احنا النهاردة في الصين، جينا علشان نشوف أحد عجائب الدنيا السبعة. دلوقتي احنا في مدينة شنغهاي، أكبر مدينة في الصين من حيث تعداد السكان، عايش فيها 27 مليون شخص. انتوا متخيلين العدد؟ اتحركنا علشان نشوف سور الصين العظيم اللي يعتبر واحد من عجائب الدنيا القديمة والحديثة، وأطول بناء في تاريخ البشرية. بيعتبر من أهم المواقع السياحية في العالم، وتصنف سنة 2007 إنه من إحدى عجائب الدنيا السبعة. These days, the UNESCO World Heritage Site is a major tourist attraction, leading you back over 2,000 years. من لم يصعد أو يزور سور الصين العظيم فإنه ليس رجلاً حقيقياً. ده كان كلام الراحل ماو تسي تونغ. سور الصين العظيم بيمتد شمال الصين بين الساحل الشرقي وشمال وسط البلاد، وبينتهي في قرية شانهايغوان. The Great Wall technically goes from Shanhaiguan on the east coast to Jiayiguan in Gansu province in the west. واحد من أشهر إبداعات البشر في العالم. السور طوله 21 كيلومتر، متخيلين طوله قد إيه؟ كمان المكان ده كله اتبنى بالأيادي، يعني ما كانش فيه معدات علشان يستخدموه، زي الأهرامات عندنا كده اللي لحد دلوقتي مش عارفين هي اتبنت إزاي. بيعتبر أحد أهم مواقع التراث العالمي، وبقى من أهم الأماكن اللي لازم السياح تجيها وتزورها. زي ما انتم شايفين كده، كمية ناس لا تعد ولا تحصى بيجوا يوميا علشان يشوفوا المكان الأثري ده. بيجيله الناس من جميع أنحاء العالم علشان يشوفوه، زي ما احنا جينا كده. The Chinese lived in fear of these Mongol raids on their land and also on their silk. الصينيين بنوه علشان يحموا أرضهم من الغزاة، ودول اللي كانوا بيجوا من الشمال، فبيعتبر مشروع دفاعي عسكري بارز ونادر في التاريخ المعماري البشري، وبيعتبر رمز كبير للشعب الصيني. كمان بيجسد جهد الصينيين اللي بذلوه فيه، فهو مشهور في العالم بتاريخه العريق وضخامة تحصيناته وعظمته وقوته، وده اللي بدأوا يبنوا فيه خلال عهد الربيع والخريف وعهد الممالك المتحركة، وده قبل أكتر من 2000 سنة. The Great Wall is an enduring symbol of ancient China, a destination like no other.
وأول حجر اتحط فيه كان في عهد حكام تراكيو تشانجو، وهو اللي حط خطط بناء السور. وده من أجل حماية ممتلكاتهم وأرضهم من هجمات الشعوب الشمالية اللي هم الترك والمغول، فبيعتبر مشروع دفاعي متكامل، سواء من الحيطان الدفاعية وأبراج المراقبة والإنذار للممرات الاستراتيجية وغيرهم من المنشآت الدفاعية. A complex linear fortress. It's simple and yet sophisticated. It's a wonderful design. شايفين السور ده؟ بيعتبر من أكبر الهياكل المعمارية اللي بنتها البشرية على الإطلاق، وكان بيقف عليه 1,000,000 جندي علشان يحموا أرضهم. انتوا متخيلين العدد؟ السور بيمر بتضاريس جغرافية مختلفة جداً ومعقدة، وده لأنه بيعدي وسط الجبال والصحاري والأنهار، وعلشان كده الهياكل المعمارية للسور مختلفة وغريبة، وده لأنه مبني وسط المناطق الصحراوية بمواد مكونة من الأحجار ونوع خاص من الصفصاف، وده علشان الصخور والطوب أيامها كانوا قليلين شوية، فاخترعوا مواد علشان يكملوا بيها بناء السور. أما في مناطق شمال غرب الصين فبنوه بالتراب المدكوك، واللي بيكون متين وقوي جدا، ما يفرقش كتير عن الصخور. وعن الجزء المتبقي من السور فهو مبني من الطوب أو الصخور، يا إما خليط من الاتنين. فسور الصين اتبنى على فترات تاريخية متعددة، فالسور بدأوا يبنوا فيه من القرن السادس قبل الميلاد لحد القرن السادس عشر الميلادي. من أبرز المعالم التاريخية والثقافية في العالم. كمان أثر على التنمية الاقتصادية في الصين وزودها الأضعاف، ده غير إنه اتضاف لقائمة التراث العالمي اللي حددتها اليونسكو سنة 1987. These days, the UNESCO World Heritage Site is a major tourist attraction. $300,000 شخص شاركوا في بناء المكان اللي شايفينه قدامكم ده. وزي ما قلنا إن الصينيين بنوا للدفاع عن البلاد من الجيش المغولي، بس في بعض من الشعب الصيني بيقولوا إن الكلام ده غير صحيح، وقالوا إن الصينيين كانوا عارفين إن القوة العظمى للجيش المغولي موجودة في سلاح الفرسان القوي، وحتى لو تجاوزوا الجدار فلازم يسيبوا خيولهم ويدخلوا على رجلهم، وبكده الجيش الصيني هو اللي هيكسب الحرب. فبيعتبر سور الصين العظيم أهم مكان موجود في الصين حالياً.